ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل ان شاء الله طاجن باميه باللحمه. انا حطيت اللحمه تتسلق ومستنياها تطلع الريمه بتاعتها وهتلفاها وبعد كده احط لها المنكهات. هنعمل ده مع بعض ان شاء الله. طبعا خليكم معايا نكمل الفيديو مع بعض. انا طلعت الريمه منها وحطيت لها بصل ونص طماطمايه وجزر. دلوقتي هحط لها توابل. بصوا انا بحط ايه بقى، بحط فلفل اسود وكزبره وروزماري وحبهان وورق لورا، بيخلي بجد الشوربه طعمها حلو قوي. بس وهسيبهم كده يستووا مع بعض. انا هنا بسلق اللحمه خلاص، قربت اطفي عليها نص سلقه كده. وهنا بقى البصله حطيت لها سمنه بلدي، سايباها تتشوح شويه. يعني هي ماما كانت مجهزها لي كده، مجهزها لي في برطمانات، مديها نص، متبلاها بس كده. وانا اطلع بقى واسوي زي ما انا عايزه، ربنا يبارك لي فيها يا رب. بس وهديها شويه تشويحه مع السمنه البلدي لحد ما تاخد لون خفيف كده، ونكمل بعد كده الباقي مع بعض. بصوا بس كده. دلوقتي هنزل اول حاجه بالفلفل الاخضر. ده قرن فلفل واحد بس. اقلب كده تقليبه حلوه. دلوقتي كمان هحط معلقه توم او معلقه توم، متقربوش يعني، حابين تقللوا قللوا عادي زي ما تحبوا. حاجه سهله وحلوه ولذيذه كده، مش هنعقدها اكيد يعني. بس كده تقليبه كده. دلوقتي بقى هحط ايه، اللحمه. بسم الله كده. حطيت اللحمه، تتشوح مع الحاجات دي كلها. نقلبها مع كل ده. تاخد تقليبه حلوه مع الحاجات دي كلها. بصوا كده، بعد ما شوحت اللحمه نزلت بالباميه على طول. مجرد ما انزل بالباميه هديها عصره نص ليمون. متستغربوش بجد، بتخلي طعمها حلو. انا متعوده بعملها دايما في اي طواجن باميه، لحمه فراخ، بتخلي بجد طعمها حلو. ان شاء الله نعمله مره بالفراخ ان شاء الله مع بعض. انا حطيت البهارات، حطيت ملح وكزبره وكمون وفلفل اسود بس، ما حطيتش اي بهارات تانية. صدقوني هيطلع حلو. حابين تضيفوا اي حاجه تانية ضيفوها عادي. بس وهديهم تقليبه كده مع بعض. بعد ما قلبتهم مع بعض كويس نزلت بالصلصه وهقلب واشوفها حلو ولا هتحتاج معايا صلصه تانية. لا بصراحه كده حلوه قوي، مش محتاجه صلصه تاني. هسيبهم يغلوا شويه مع بعض وبعد كده هبقى ازودها شويه شوربه من بتاعه اللحم. بس كده. انا دلوقتي بقى هزود الشوربه. بسم الله كده.
بس كده. هنقلبهم مع بعض ونسيبهم ياخدوا يغلوهم مع بعض قبل ما ندخلهم الفرن ان شاء الله. دلوقتي بقى هحطها في الطاجن وادخلها الفرن.